بالنسبة للسيتي، ولكن الأهم ما حققه النجم المصري عمر مرموش. تحايا من كباتن في الاستوديو محمد سعدون ومحمد أبو تريكة وحاتم الطرابلسي، تهانينا لهذا الفوز. هذه الابتسامة التي أراها الآن تخفي الكثير من الأشياء، السعادة والفرح والاحتفاء، ليس فقط بتسجيل أول أهدافك مع السيتي في الدوري الإنجليزي، ولكن بتسجيل ثلاثية، وكذلك سعدت الفريق في هذا الفوز اليوم، وأيضا يعني نلت جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. بماذا نبدأ؟ بأي نقطة؟ اولا تحيه كبيره للكباتن اللي في الاستوديو. طبعا احساس مش طبيعي، اول هاتريك ليا في مسيرتي الكرويه. نزلنا من اول دقيقه كنا مركزين في الماتش، وشفنا الرياكشن، رد الفعل بتاعنا من الماتش اللي فات. ولازم اشكر اللعيبه في فرقتي وكمان الاستاف والمدرب وكل الناس ان هم من اول يوم، وانا حاسس ان انا حته من الفرقه دي بقالي كتير، والحمد لله اظهرت نفسي بالشكل ده. وانا مبسوط بالثلاث اجوان ومبسوط اكتر بالثلاث نقاط، بس خلاص ده ماتش ورانا، قدامنا ماتش كبير كمان كام يوم، فاحنا خلاص هنركز في الماتش اللي بعده باذن الله. هنالك السؤال من كابتن محمد ابو تريكة مباشره لك. انا ساستمع للسؤال وسأوجه سؤال لك. تفضل محمد. تفضل كابتن محمد. اولا هو مبروك وانطلاقه مميزه ليه، وما شاء الله عليه بيلعب وهو مستمتع. مبروك. واول هاتريك تلعب وانت. فانا عاوز اقول له اي اجمل هدف من الثلاثه. هم الثلاثه حلوين، بس يوم اجمل ليه بالنسبه لي. وذات السؤال سبحان الله الذي كنت اريد ان اساله. انت سجلت 3 اهداف، ما هو الهدف المفضل والاجمل بالنسبه لك؟ هذا السؤال ابو تريكة. كابتن ابو تريكة ربنا يخلي حضرتك، اولا شكرا جدا. احسن هدف بالنسبه لي كان اللي هو اللوب من فوق الجون، اول جون، عشان ده احساسه مش طبيعي. وطبعا الثالث يعني ان انا اكمل الهاتريك، بس اول جون يعني لو شفت في العاده وانا بحتفل وكل الكلام ده كنت مبسوط جدا. والحمد لله ان ده حصل، وان انا جبت 3 اجوان، وان احنا كسبنا الاهم، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. وانا هضيف سؤال اخر لسؤال محمد ابو تريكة. ما هو اول شيء خطر ببالك بعد ان سجلت الهدف الثالث؟ اول شيء خطر ببالك ان انا وصلت النادي، انا وصلت مانشستر سيتي. ده كان احساسي، والتعب، كل التعب اللي انا تعبته في حياتي كلها، ان انا اوصل للحظه اللي انا فيها دي، ان انا اكون بلعب في احسن نادي في العالم واحسن دوري في العالم، ان انا اظهر نفسي بالشكل ده. طبعا كان احساس مش طبيعي. طبعا بعد كل التعب ده بتبقى حاجه زي هديه للواحد، ان الواحد يظهر نفسه بالشكل ده. بس ان شاء الله اللي جاي احسن. خلاص ده ماتش وعدى، وزي ما قلت قدامنا ماتش كبير، وباذن الله نبقى